هنشرح دلوقتي تجربة عملية. تمام. اولا احنا دلوقتي عندنا مكعب فحم سريع الاشتعال. بالمناسبة برضو حابب ان انا اوضح للمستمعين ومشاهدينا ازاي نقدر نعرف البخور اذا كان هو بخور اصلي او بخور مغشوش، او اللي احنا ازاي نجيب اجود انواع البخور. طبعا زي ما حضرتك شايفين ده بخور اسمه كسر عود. تمام. كسر العود ده تمام بيبقى حاجات زي ما حضرتك شايفين. تمام. بيبقى عبارة عن حاجة خشبية على بعضها. تمام. ده صعب ان هي تتغش، لكن في حاجات تانية بتبقى عبارة عن زي بودر. هي بتبقى مش شكل بودر، هي شكلها زي نشارة الخشب. تمام. دي بيبقى نشارة خشب عادية، دي بتبقى حاجات سوقية. تمام. والناس بتستخدمها ك يعني كبخور، بس ده ما بيبقاش بخور، ده حاجة ممكن تضرنا. بتبقى زي نشارة الخشب ده، يعني الطلاء الذهبي بتاعه ما بيطلعش زي الحاجات اللي ممكن الناس العملاء تتخوف منها، ان الطلاء بتاعه ممكن يبهت او حاجات زي كده. ده طلاء يعني باحدث تكنولوجيا طبعا. شكل المبخره طبعا باين عليها من الطرازات اللي هي الطراز الاسلامي، او الطراز اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى واخده شكل المباخر او شكل الخليج. يعني بالنسبه للاستخدام هو طبعا الكهرباء افضل. هنوضح ليه. طبعا لان الكهرباء حضرتك لما بنيجي نشغل المبخره زي كده مثلا، بيبقى تحتها سخان. بنحط البخور على الطبق الموضح قدام حضرتك. تمام. وعن طريق الكهرباء بيبدا يعني يتحرق البخور، يسخن البخور بالظبط كده، وما بيطلعش منه اي عوادم دخان ممكن تاذيني او تاذي اولادي او تاذي اي حد عنده حساسيه او الكلام ده. ده يعني زي ما قلت لحضرتك، الطبق ده بيبقى بيتحط عليه البخور، بيسخنه، بيطلع منه الروائح. الفرق بينها وبين الفواحه ان ده طبعا كل المباخر بنستخدمها بالبخور. تمام. لكن الفواحه زي لو احنا جبنا حاجه زي كده، تمام، ده حضرتك بتشتغل بحاجه اسمها المعطر المائي. المعطر المائي ده بيتحط زيت مخصص ان هو يدوب في الميه. تمام. وبنقفل العبوه وبنشغلها على تيار الكهرباء، فبتطلع. طبعا هنشرح الكلام ده بالتفصيل. بتطلع بخار محمل برائحه العطر يعني.